السلام عليكم سيادة الرئيس، أشكرك وبشكر اللجنة الموجودة. وبالنسبة للملكية الفكرية اللي تقريبا كل الزملاء أو معظم الزملاء اتكلموا فيها، وبالنسبة احنا عايزين نوصل لحالة تخيل للنصوص اللي ممكن نوردها بدل الحشر بالظبط كده. يعني احنا لو بصينا للملكية الفكرية احنا بنطالب، أنا شخصيا بطالب اللجنة التحضيرية اللي في لجنة ال50 واللجنة الفرعية برضو المتخصصة، أنا بطلب منها لما تيجي تناقش حقوق الملكية الفكرية إنها لازم تنص على إن الملكية الفكرية تكون من ضمن أشكال الملكيات المختلفة. ليه بقول مختلفة؟ لأن احنا زمان كان بيوقف فكرة الملكية كانت واقفة عند حاجتين بس، اسمها الأرض والعبيد زمان، وبعدين لما قفل الباب اتفتح بعد كده تطورت وبقى دخل فيها العقارات ودخل فيها الاموال وما يترتب عليها من سيارات والى اخره. فانا بطالب انها تتحط من ضمن تنص الملكيه الفكريه ضمن اشكال الملكيات المختلفه، وكذلك بطلب بقى من المشرع انه يسيب الباب مفتوح للملكيات، ما يقفش عند حاجز، لان زي ما بقول لك عند العبيد والارض. طب النهارده في حقوق ملكيه فكريه، عايز اضيف بقى للملكيات المختلفة الجديدة اللي هي الملكيات التشكيلية الغنائية الشعرية الموسيقية، دول لازم يضافوا ونسيب الباب مفتوح لما قد يجد من ملكيات جديدة. ده بالنسبة فيما يخص موضوع الملكية الفكرية. المادة الثانية اللي بتقول الإسلام دين الدولة، الجملة دي لغويا غلط. صحيح انا خلصت من الازهر من زمان، بس انت ازهري؟ شوف حضرتك باين عليه خالص. لما يقول لي هنا الاسلام دين الدوله، الراجل الغلبان البسيط اللي في الشارع لما بتقول له الاسلام دين الدوله هو متخيل ان هو الدوله، ان هو الشعب هو الدوله، بينما الدوله دي عباره عن مجموعه مقومات تيجي تحت نلم بقى مؤسسات وشعب وحكومه وتشريعي وتنفيذي، كل ده بيحطه تحت مفردة الدولة. وبالتالي الدولة دي فيها منشآت، فيها مباني، فيها حيطان، صحيح. فيها موظفين. ما ينفعش تخلي الإسلام ده دين حيطان أو دين فأنا عندي اقتراح بيقول إن مصر دولة مدنية يدين معظم سكانها بالدين الإسلامي، ومن ثم فإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير عشان نلم التالتة بقى، المادة التالتة فيها ما بقاش 2 و3، ولغير المسلمين تحكمهم شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية واختيار قيادتهم الروحية. ده فيما يتعلق بده. او ان في حاجه برضو قبل ما انساها، برضو انا مع كل زمايلي اللي بيصروا على ان الخريطه لابد ان تكون جزء لا يتجزأ من الدستور الجديد. مش هزعلك مش تاخر. الماده 116 الخاصه بشروط ترشح رئيس الجمهوريه، حضراتكم تقروها وتقولوا لي، ما قالوليش هو معاه مؤهل ايه، هو اتعلم ايه، شهادته ايه، نتكلم بس في جوانب انه مصري، اب مصري، ام مصريه، مش عارف، ما قاليش بقى هو دبلوم تجاره او ابتدائيه قديمه. المفروض كمان وطالب بانه مش يتحدد يعني مستواه العلمي وشهادته بس، ده لابد، احنا داخلين على، احنا بنتطور، لابد يكون معاه اكتر من لغه. فانا يعني سايب المجال ده. ارجع بقى لفكره ان الاسلام دين الدوله. هل انت قاصد، المشرع قاصد يقول الاسلام دين الدوله علشان يحصر منصب رئيس الجمهورية في انه يكون مسلم؟ لانه هو رئيس الجمهورية في التنفيذية، والتنفيذية جنب التشريعية، كل ده تحت مظلة الدولة. بينما انت جاي في 116 سايبها مفتوحة، عايز يبقى من حقنا نقولها واضحة كده، الناسعين مش هيزعلوا من كده، عارفين ان احنا الاغلبية لا وسط، وبالتالي موافقين وحابين وعايشين معانا، وبالتالي يتوضح ويقول في بلد واحد رئيس مسلم، لان انت في الاول ما حاجز عن غير المسلمين بكلمه دوله. الاسلام دين الدوله، بينما الدوله ما هياش كائن طبيعي. شكرا.